أهلا بكم في بودكاست مصري إيجابي. هنتكلم النهاردة عن الأديب عباس محمود العقاد، ليكون أحد أبرز أعلام الأدب والفكر في العالم العربي. لم يحظى العقاد بطفولة هانئة، فقد توفى والده مبكرا، تاركا عائلته في ظروف مادية صعبة. ولكن لم يوقف هذا العقاد عن السعي وراء المعرفة. لقد تعلم القراءة والكتابة بنفسه، وبدأ يطالع الكتب بشغف لا ينقطع. لم يكتف العقاد بالقراءة، بل انخرط في الكتابة مبكرا، ونشر أول مقالاته في الصحف والمجلات. تميز أسلوبه بالجرأة والقوة، ولم يخفي آرائه مهما كانت صادمة. واجه العقاد العديد من المعارك الفكرية والأدبية، أشهرها معركة الديوان ضد أمير الشعراء أحمد شوقي. لم يقتصر إبداع العقاد على مجال واحد، بل تنوع في المجالات. فمن مؤلفاته الأدبية الشاعر المجهول وإبراهيم المهدي ورجال حول الرسول، ومن مؤلفاته الفكرية الناس والله، ومن مؤلفاته النقدية أبولو. لقد رحل العقاد عن عالمنا 1964، فلقد كانت قصة العقاد قصة كفاح وإبداع، قصة رجل تحدى الصعاب بالعلم والمعرفة.